تعاني باريس منذ أيام من انتشار البق، وهو حشرة مزعجة ومؤذية، ولكن ليس بقدر بعض التعليقات عليها. فهذا الصحفي الفرنسي باسكال برود تسبب بإيذاء مشاعر شعوب بأكملها عندما ربط في برنامج تلفزيوني انتشار الحشرة بالمهاجرين غير النظاميين الذين يصلون فرنسا. هل نعرف لماذا نرى فجأة اليوم ازديادا في أعداد البق؟ هل للأمر علاقة بالنظافة؟ يجب أن نطرح كل الأسئلة، خصوصا مع ارتفاع نسبة الهجرة. فهل السبب هو عدم توفر سبل العناية الشخصية للوافدين مقارنة بالمقيمين في البلد؟ هل الأمر مرتبط بظروفهم الصعبة وتشرد بعضهم في الشوارع بدون حمامات؟ عدد من النواب الفرنسيين قرروا رفع شكوى ضد الصحفي بسبب ما وصفوه بخطاب عنصري علني. تعليقات غاضبة أخرى رأت في خطاب الكراهية ما هو أخطر من انتشار آفة البق في فرنسا، التي شهدت قبل 3 أشهر فقط مواجهات عنيفة إثر مقتل شاب من أصول جزائرية على يد رجال شرطة. 3 آفات أصابت عاصمة الجمال والموضة الفرنسية هذا العام، بدأت بموجة انتشار الجرذان في شوارعها، ثم أحداث عنف على وقع تهم التمييز والعنصرية، والآن حشرة تنتشر في محطات المترو ودور السينما والأماكن السياحية، تقض مضاجع الناس وتقلق راحتهم. عبد الحفيظ جعوان، العربية.